واش عمرك شفتي دولة كتراهن عليها الخصوم ديالها باش انها تطيح، ولكن في بلاصة ما تطيح كتفاجئ العالم كامل؟ اليوم غنهضروا على واحد الضربة اللي ما كانتش في الحسبان. المغرب قلب الطاولة على الخصوم ديالو في وقت حساس وبزاف، فاش العالم كامل داخل في صراع على الطاقة، وفاش دول كبار بدات كتخاف على المستقبل ديالها. ولكن السؤال الكبير واللي كيطرح نفسه واللي محير الجميع: كيفاش المغرب بقى ثابت في هذا الشيء كامل، وكذلك بالعكس تزادت واحد القوة، في حين دول عندها النفط والغاز بدات كتراجع للوراء؟ فشنو هو السر؟ وشنو هو المشروع الجديد اللي غيخلي المغرب لاعب أساسي بين إفريقيا وأوروبا؟ فخليكم معايا للآخر، لأن هادشي اللي غادي تسمعوا في هاد الحلقة غادي يبدل النظرية ديالكم كاملة بخصوص هاد الموضوع. فقبل ما نبداو خليو واحد لايك واشتراك للقناة باش وقت ما نشرت شي فيديو تكون انت الاول اللي كتوصل به. السلام عليكم الأصدقاء، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة. في هذا الفيديو غندخلو في واحد الموضوع ثقيل بزاف، فيه السياسة، فيه الاقتصاد، وفيه الصراع الحقيقي اللي كيدور حاليا في العالم، اللي هو صراع الطاقة. فالمغرب اليوم ماشي غير كيتأقلم مع التغييرات، بل ولا كيسبقها وكيدير خطوات محسوبة بكل دقة، خلات بزاف ديال الدول اللي كانت كتراهن على السقوط ديال المغرب تبقى مصدومة وحيرانة. فاليوم عندنا جوج ديال الأخبار اللي هما مهمين بزاف، ولكن اللي كيجمعهم فراه هو حاجة وحدة: المغرب داخل بقوة في مرحلة جديدة، مرحلة السيطرة الذكية على الطاقة والنقل. وغادي نشوفوا كيفاش هاد الشي كامل خلى الهوكيين غير كيتفرجوا وما فاهمين والو. فالأصدقاء، إلا بغينا نفهموا شنو واقع حاليا فراه خاصنا نرجعوا للصورة الكبيرة. العالم كامل كيدوز من واحد التحول تاريخي، من الاعتماد على النفط والغاز للطاقة المتجددة. فهذا التحول بحد ذاته ماشي بسيط نهائيا، بل هو زلزال اقتصادي. كاينين دول كانت غنية بالطاقة التقليدية بدات كتخاف على راسها، ودول ما كانش عندها هاد الموارد لقات واحد الفرصة ذهبية. أما المغرب فراه هو فهم اللعبة من بكري، من سنوات وهو كيدير استثمارات في الطاقة الشمسية والريحية، والناس كانوا غير كيضحكوا علينا، خصوصا الهوكيين. فاليوم نفس الدول اللي كانت كتضحك ولات كتجري وكتسابق مع الزمن باش يوصلوا علينا، واخا اننا فناهم بسنوات ضوئية. ولكن اللي وقع حاليا فراه هو المفاجأة الحقيقية. فحسب مصادرنا الخاصة الأصدقاء فراه تم إطلاق مشروع ضخم كيربط بين إفريقيا وأوروبا عبر المغرب، واحد الممر كهربائي مخصص للنقل الثقيل. هذا المشروع بحد ذاته غادي يبدأ من أكادير وغادي يدوز من طنجة وغادي يوصل حتى لفرنسا. أي الأصدقاء غادي يوصل حتى لفرنسا في واحد المسافة اللي كتقرب ل2000 كيلومتر. والهدف من هذا الشيء كامل هو تحويل الشاحنات من الغازوال إلى الكهرباء، يعني بكل بساطة ضربة مباشرة للنموذج القديم ديال الطاقة. فبغيت كل شيء حاليا يتخيل معايا: دول كانت عايشة غير على البترول والغاز كتشوف واحد الممر بحال هذا غادي يقلل لها الطلب على المحروقات، فمن طبيعة الحال غادي تولي تحس وتشوف فيه كأنه تهديد حقيقي جاي لهم. فهنا غادي نرجعوا للهوكيين الجيران ديالنا اللي كانوا باغيين يشعلوا المنطقة، وكانوا كيتسناو فرصة ضعيفة باش ان المغرب يرجع للوراء او يحس بالضعف. داروا محاولات كتيرة، قطعوا الغاز، نشروا اشاعات، وبقاو كيتسناو اي ازمة بانت باش يركبوا عليها مباشرة. ولكن المغرب ما تزعزعش ليهم نهائيا، بل بالعكس،
المغرب خرج تصريحات رسمية كتأكد على أن المخزون الطاقي ديال المغرب فراه هو مريح لأبعد الحدود، والتزويد مستمر بشكل عادي، ما كاين حتى شي توقف. يعني ما كاين لا أزمة لا انهيار، لا هم يحزنون. فهنا كيبان الفرق بين دولة كتخدم بسياسة استباقية ودولة كتعيش غير بردود الفعل والأوهام والخطابات الفارغة. فالمغرب دار واحد الحاجة مهمة بزاف، ما بقاش كيعتمد على واحد المصدر واحد فقط، ولا كيستورد من عدة دول، كيستغل الموانئ ديالو، كيستثمر في الطاقات المتجددة. يعني دار واحد الشبكة ذكية اللي صعيب أي واحد يضربها أو أي واحد يضر بها. ففي نفس الوقت العالم كله بدأ كيتقرب من المغرب، كانوا دول كانت ضد المغرب ولات كتراجع على الموقف ديالها، بحال مالي اللي شناها مؤخرا تراجعات ولات كتساند المغرب. دول أخرى باغية شراكات مع المغرب، الكل اليوم باغي يكون قريب من اللاعب الصاعد اللي هو المغرب. فهنا كنشوفوا واحد التحول كبير، المغرب ما بقاش غير تابع للدول، بل ولا هو بنفسه المؤثر، ولا هو اللي كيجر الدول اللي عنده. أما بعض الجيران فراه بقاو عايشين في واحد العقلية قديمة، باغيين السيطرة ولكن على شكون وعلى من؟ العلم لله. فالوقت العالم كيتبدل، مازالين كيراهنوا هما على نفس الأدوات القديمة، وكما كتشوفوا النتيجة، فراهما بقاو كيشوفوا أن المغرب كيتقدم وهما باقيين في بلاصتهم، ونقدروا نقولوا أنهم كيرجعوا للوراء. فالمفارقة كبيرة هي أن المغرب تعرض لأزمات كبيرة، أي جائحة كورونا، الزلزال، وواحد الضغط إعلامي اللي هو كبير، لكن كل مرة كيخرج من هذه الجائحات بقوة، وكل جائحة كيخرج منها بقوة أكبر. وهذا الشيء فرا من طبيعة الحال ما جا صدفة، بل جا نتيجة ديال واحد التخطيط طويل المدى وواحد العقلانية ما عندش قاع الدول. ففي الأخير الأصدقاء نقدروا نقولوا باللي أن المغرب دار واحد الحركة ذكية بزاف، بدل ما يدخل في الصراعات المباشرة اختار أنه يربح المعركة الحقيقية اللي هي معركة المستقبل. مشروع الربط الكهربائي وضمان الأمن الطاقي كلها كانت رسائل جد واضحة، أن المغرب عارف فين غادي، والباقي فراه خاصو يلحق إلى لقى ما يلحق. لكن السؤال اللي كيبقى مطروح عليكم دائما، واش هاد التحول ديال المغرب غادي يخليه القوة الأولى في المنطقة مستقبلا؟ فما تبخلوش عليا بالآراء ديالكم في التعاليق، وما تنساش لايك للفيديو واشتراك في القناة. نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.